بنات، انا عايز اقول لكم حاجه مهمه والله العظيم، يعني يا رب تسمعوها. الراجل المحترم اللي انتوا كل الستات والبنات والنسوان والنساء وجميع الاناث في مصر بتقولوا ان مفيش رجاله محترمه. طب انا عايز اقول لكم اقسم بالله الرجاله المحترمه حواليكوا في كل مكان. بس في نقطه عايز اقولها لكم: الراجل المحترم بيبقى شايف من جوه نفسه كبير وشايف انه عزيز على الرفض. يعني دي حقيقه برضو عنكم، حتى ما صدقتوها مش مشكله، ما بتفرقش معايا. بس حقيقي دي الحقيقه، الراجل المحترم مش وش انه يترفض كتير او انه يتهزأ كتير، قلبه ومشاعره وافكاره عزيزه عليه جدا. خلاص. وبالتالي هو مش فاضي لشغل التلميحات والقرف ووجع الدماغ. فانت مثلا كبنت هتقولي اصل انا اعزز نفسي زي ما اي راجل شقيط بيشقط. هو بيفضل وراكي وما بيسيبكيش لحد ما يجيبك، لان انت هيجيبك او هيجيب غيرك حتى لو رفضتيه. اوبشن البنت التانيه هو لازم يكون بيجري ورا الخمسه معاكي، بس ايه اللي بتيجي في سكه هي اللي بيكمل معاها، هي اللي بيقول لك يلا. الراجل المحترم مشكلته انه غالبا بيبقى بيدور على واحده بس او بيختار واحده بس، وبيحاول معاها وخلاص بأيا كانت الطريقه. ولو حس برفض او عدم قبول حتى من النظرات بيخلع بسرعه جدا. ومش مع انه ضعيف وعره ولا انه وحش ولا حاجه، بس هو زي ما قلت الراجل المحترم مشاعره عزيزه عليه لانه شايف نفسه محترم، زي البنت المحترمه كده اللي عايزه حد مثلا يخبط على الباب، هي نفس الفكره. الراجل المحترم ما بيحبش يترفض. فانتوا ليه بتقولوا الرجاله كلها مش محترمه؟ ما بتعرفوش تدوا فرصه للراجل المحترم انه يتعرف عليكم. والله عارفين لو سمعتوني جربوا كده اللي انا بقوله مره. انا عايز كل واحده، لو حد سمع من البنات عارفه ما بتحبش فيديوهاتي، بس لو حد سمع الفيديو يعني، انا بقول لك جربي كده، ادي فرصه لها محترم. او يعني بصي له بص عيدها شويه بدل بصات الاحتقار اللي بقت في كل حته دي، وشوفي رد فعله هيكون ايه، وشوفي ان شاء الله الخير اللي هيجي لك على ايده باذن الله. شكرا.